أو مصحفا ورثه أو مصحفا ورثه. لو سافر المرء إلى أي بلد، وبعض البلدان تجد المسجد ربما يصلي فيه أحيانا 100 و200 وأكثر، وعدد المصاحف لا يتجاوز 20 مصحفا أو 30 مصحفا، بل تجد بعض البيوت ليس فيها مصحف، ما عندهم مصحف. فلو أن المرء اشترى بعض المصاحف، حتى لو اشتريتها من ذلك البلد، فإنه ربما لا يستطيع الإنسان نقلها، أو ربما تكون هناك أقل سعرا في شرائها. فلو أنه اشترى شيئا منها 5 مصاحف 10 مصاحف وجاء ووضعها في المساجد، أو جاء مثلا عند الأماكن التي يجلس فيها الناس، دخل مثلا إلى المستشفى وجاء عند الاستقبال يجلس فيه 5 أو 6، قال اجعلوا هذا المصحف عندكم الفارغ الذي عنده وقت يقرأ فيه، وجعله وقفا في هذا الموضع، أو في الفندق أو في أي مكان، جاء وضعه في الاستقبال، قال هذا المصحف يبقى هنا، من وجد وقتا يقرأ فيه. هذا مصحف تورثه وتذهب عن هذا المكان، لكن يبقى هذا المصحف لك أجره لكل من قرأ وتلا القرآن فيه. وتوزيع المصاحف على الأطفال في حلقات تحفيظ القرآن، المصاحف ربما التي ليس فيها إلا جزء عامة أو جزء تبارك، يأتي ويقول أنا سأوفر لكم المصاحف، وذهب ويشتريها، ثم يأتي ويعطيها للمعلم للأطفال يحفظون فيها القرآن ولك مثل أجورهم. هذا مصحف ورثته. أو الترجمات، من كان يسافر إلى بلدان غير عربية فيشتري مصاحف مترجمة فيعطيها ربما حتى لمن يبحث عن الإسلام، يقول خذ اقرأ ترجمة القرآن لعل الله أن يصلحك به. وقد قرأت أن رجلا سائحا مسلما سافر إلى بلد وسكن في فندق، وأعطى موظفة الفندق أعطاها مصحفا، قال حاولي أن تقرأي فيه، لكن هذا المصحف معظم ومقدس، أكرميه، وفهمها كيف تتعامل معه، والمصحف مترجم بلغتها. فأخذت المصحف وذهبت به إلى بيتها، وقالت لزوجها لا تقترب من هذا الكتاب، هذا الكتاب أعطانيه رجل فاضل مؤدب حسن الخلق وطلب مني أن أقرأ فيه، وهو كتابه المقدس، لا تقترب من هذا الكتاب. ووضعته في مكان عالي، فجاء زوجها يدفعه الفضول لينظر في هذا الكتاب الذي تمنعه زوجته من لمسه، فلما خرجت أقبل وأخذ هذا المصحف ليقرأ فيه، وقد كان له نظرة سيئة عن الإسلام. فلما نظر في المصحف علم أنه كتاب المسلمين، فكان أول سورة قرأها سورة البقرة، ذلك الكتاب لا ريب فيه. يقول الرجل اعتدت أني عندما أقرأ أي كتاب يقول المؤلف في أوله وأعتذر إليك أيها القارئ فإنك ستجد في هذا الكتاب أخطاء غير مقصودة، وهذا رقم هاتفي أو هذا بريدي أرسل إليه الأخطاء والمقترحات. يقول كل الكتب يكتبون مثل ذلك، يحترمون عقلك. يقول إلا هذا الكتاب فيه من العظمة والحسن والعلو ما ينفي أن يكون فيه أي خطأ، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. يقول فجعلت أقرأه لأبحث عن أخطاء، وإذا بالرجل لا يكاد ينتصف فيه إلا وهو يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وربما كان ذلك الرجل الذي أهداه هذا المصحف قد سافر من البلد ولم يعلم بإسلامه، وربما إسلام المرأة أيضا. فتوريث المصاحف، إهداء المصاحف، هذا الكتاب العظيم الذي شرف الله تعالى به أمتنا ورفع به قدرها، وإنه لذكر لك ولقومك، هذا بلا شك أنه من أعظم الطاعات. أو مصحفا ورثه